والسلام عليكم ورحمه الله. معكم زيكا. والواحد كده كان قاعد الصفا وعمال يفكر كده، هل موسم السيتي هينتهي على ايه، وايه اسوأ الاحتمالات وايه افضل الاحتمالات. وطبعا ده كله عشان ابننا مرموش بقى موجود هناك. يعني الواحد لو ابننا مرموش ما كانش موجود هناك ولا حتى كان جه في خياله، يعني كنت هبسط في اللي بيحصل في بيب جوارديولا ده. ولكن بما ان ابننا مرموش هناك فلازم يعني نفكر في السيتي ونفكر فيه قوي، وعشان غالبا دوت هيبقى خليفه محمد صلاح في الملاعب الانجليزيه والاوروبيه. فخلاص يعني محمد صلاح هيودع الدوري الانجليزي من هنا، ومرموش يعني ايه هيملى الفراغ اللي ان شاء الله محمد صلاح هيسيبه. فبيني وبينك الواحد مش هيبقى متفائل قوي بالموسم بتاع بيب جوارديولا السنه دي، واللي متبقى منه وان هو ممكن يحقق فيه حاجات كبيره. جيت في الدوري فاضل تقريبا 13 جوله فقط على نهايه الدوري، والفرق ما بين ليفربول ومانشستر سيتي كبير فشخ، كبير قوي، 16 نقطه. فاللي هو حتى لو السيتي كسب كل ماتشاته اللي جايه، ودوت طبعا شبه مستحيل، فمستحيل ليفربول برضه ان هو يخسر 16 نقطه في 13 جوله. يعني شيء ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل. بالنسبه لبطوله الدوري، اكتر حاجه بيب جوارديولا وجماهير مانشستر سيتي العظيمه المصريه ممكن تبقى متفائله بيها ان هو يبقى في التوب فور. يعني الراجل دوت بيب جوارديولا السنه دي لو حقق وجاب المركز الثاني، اقسم بالله انا اعمل له كده شابوه. يعني هيبقى مركز كبير فشخ على اللي هو عمله خلال الموسم، وخصوصا ان انت ممكن تجيب المركز الثالث بسهوله، لان انت عندك الفلته السنه دي نوتنجهام، واللي انا مش مصدق مركزها دوت لحد دلوقتي. نوتنجهام المركز الثالث يا جماعه. يعني نونو سانتو مدغدغ الدنيا كده في الدوري الانجليزي. نونو سانتو من المدربين اللي انا بحبهم جدا جدا جدا، والراجل دوت بيمسك اي فرقه لو بالذات كانت متواضعه وبيعمل بيها حاجات انت ممكن ما تتخيلهاش او حتى كده تحلم بيها. يعني هات لي واحد مثلا كان بيحلم ان نوتنجهام تبقى في المركز الثالث وخلاص فاضل على نهايه الدوري 13 جوله، اقسم بالله العظيم ما كان في حد يتوقع. ولكن خلينا كده بس مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي ممكن تجيب المركز الثالث ان شاء الله، وممكن كمان تجيب المركز الثاني. يعني ايه اللي هي بقى حفركت مع الارسنال، ممكن تجيب المركز الثاني. طيب دوت بالنسبه للدوري. بالنسبه للكاس فهي دي البطوله الوحيده اللي ممكن تكون مضمونه بالنسبه لمانشستر سيتي. ليه؟ لان الناس الكبيره كلها باي باي في البطوله دي. عندك فرقه كبيره قوي طلعت من الكاس، وما فاضلش تقريبا غير السيتي الفرقه الكبيره الوحيده. هي دي البطوله اللي انت ممكن تطلع بيها وتنقذ بيها نفسك يا بيب جوارديولا من الموسم الصفري، الموسم الكابوسي الكارثي اللي انت عيشت نفسك فيه ده. طيب كده خلصت الدوري والكاس، فاضل لنا الابطال، ودي اكتر حاجه صعبه يعني ممكن بيب جوارديولا يمر بيها السنه دي. مباراه العوده قدام ريال مدريد، كان بيب جوارديولا على ملعب الاتحاد اللي هو ملعب السيتي في قلب انجلترا، خسر برومونتادا قدام ريال مدريد. فما بالك بقى هناك في سانتياغو برنابيو في قلب معقل ريال مدريد في اسبانيا، هيعمل ايه هناك؟ انا متفائل فشخ. هو مش هيخسر، هيتعادل، ولكن مستحيل يكسب. عارف ليه؟ لان لو فرقه تانية، اي فرقه تانية غير ريال مدريد، انا اقول لك ماشي فوق دماغي، لكن انت ما تجيش عند ريال مدريد 15 دوري ابطال وال16 بطولات، ايه الكره الاوروبيه، الريمونتادا، شخصيه البطل، يعني هتعمل ايه معاه؟ مستحيل تعمل حاجه معاه. اذا كان انت يا عم مانشستر سيتي في عز قوتك وجبروتك خرجت برضه منه، فاللي هو مفيش امل. صعبه. الثلاث بطولات اللي هيبقى عند بيب جوارديولا اللي هي الدوري، اعتقد اقصى حاجه ممكن يوصل لها هو الثاني. انت عندك دوري الابطال للاسف ابننا مرموش هيودع البطوله الاوروبيه، ولكن السنه الجايه انتظروه. اقصى حاجه ممكن يعملها السنه دي ويخرج من غير الموسم دوت بصفر هو الكاس دوت. لو انا متفائل جدا بشان التعاقدات اللي عملها بيب جوارديولا في الشتاء دوت، اللي صرف عليها تقريبا 200 مليون. انا متفائل جدا بمرموش، ومتفائل جدا بالارتكاز اللي هو جابه بديل رودري، ومتفائل بخوسانوف. بيب جوارديولا ممكن يخرج من غير موسم صفري ويحقق بطوله، وهنشوف هو يعمل ايه بكره مع ريال مدريد. اتمنى ان ابننا مرموش يعملها بكره، يغربل الدنيا كده في سانتياغو برنابيو ويجيب له هاتريك كده، ولا مش يا عم يجيب له جون، بس يبقى جون اللي هو الفارق دوت، اللي هو بيبقى الجون في الدقيقه حاجه و80 كده، وهو اللي يأهل مانشستر سيتي قدام ريال مدريد. بس طبعا لازم نتفائل، واذا كان في 1% امل ففي 99% ايمان. وبس كده. واخيرا ولا سخيرا كان معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب، اعمل لي سبسكرايب، انت متاخر قوي. ولو عامل لي سبسكرايب ومش مفعل الجرس، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو مش عامل لايك فانت مزعلني قوي. اعمل لايك وقول لي ايه رايك. ولو مش عندي على الفيسبوك، تعالى عندي على الفيسبوك، هتتبسط قوي هناك قوي. هتلاقي ستوريات ومقالات وبوستات، هتلاقي حاجات كتير قوي حلوه. تعالى وسلام.